عهدنا بعض على التهليس وفي دمنا عرق الخلاويص، نلعب في بيتنا الغميضة ولا عمرنا بنقول خلاويص. اكشن. اهلا بيكم في سيما توبي. فيلمنا النهارده نادي الرجال السري. في البداية تريلر ما كانش مشجع على اني هلاقي الفيلم حاجة جامدة او عمل قوي. كنت عارف من الاعلان ان المفروض الفيلم كوميدي وقايم على فكرة جديدة، والفكرة دي هي مفروض محور القصة الكوميدية في الفيلم. وبصراحة الفيلم ما كانش فيه غير نفس الانطباع، كوميديا لايت جدا، لدرجة ان الفكرة كانت باينة من العنوان ومن الاعلان وما اتعملش عليها شغل كتير. احنا فين هنا؟ فؤاد، اهلا بيك في نادي الرجال السري. اقلع. التيمة الأساسية للفيلم إن في نادي سري للرجال بيديروا شخصية حيرم، واللي بيأديها بيومي فؤاد في الفيلم عشان إسعاد الرجالة الغير سعداء مع مراتاتهم. واوعى تقول إنها خيانة، الكلمة دي ممنوعة في النادي. هاجر اللي هي غادة عادل الزوجة المسيطرة على حياة جوزها أدهم اللي هو كريم عبد العزيز، وبتتحكم في كل تفاصيل حياتهم مع بداية الفيلم. ومطلعة ايمان شوية شوية تظهر خلبصة أدهم ولعبوا بديله من ورا مراته بطرق خفية هي ما تقدرش تكتشفها من العفريت. في بنات كتير جوه مستلبين بيمشي الوحشين. ما سمعتش. لكن فكرة النادي ما وضحتش إلا لما كشف فؤاد اللي بيأدي شخصيته ماجد الكدواني إعجابه بشخصية أدهم وتصرفاته مع الستات اللي بيقابلهم كل ليلة، وهو برضه ما كانش سعيد في بيته، فطلب منه إنه يعلمه إزاي يعمل زيه مقابل تسهيل استخدام غرف سلسلة الفنادق اللي هو بيديرها. ومن هنا تبدأ رحلة الفيلم مع تفاصيل تانية ما بين بداية عضوية فؤاد في النادي وتعرفه على بقية الأعضاء وكشف حقيقة النادي وتأثيرها على علاقة هاجر بأدهم. بكره تروح صالون الحلاقه ده وتطلب منه يعمل لك فوطه سخنه. الفيلم لايت في كل حاجة، في الفكرة، في الحبكة، في القصة، في المؤثرات، في الموسيقى، في التصوير، وحتى في الكوميديا، وضعيف جدا في الدراما. نبدأ بالقصة والفكرة والحبكة، فنلاقي ان بداية الفيلم زي الافلام المصرية الاخيرة من نفس النوعية، بتبدأ بفرشة كويسة، وهنا الدخلة مدية على فيلم كينجز مان في النقطة بتاعت صالون الحلاقة. ونبدأ لسه ننبهر يطلع لنا حاجات غريبة، ونلاقي ان المؤلف ماشي على القشرة السطحية للشخصيات ومش بيدور على عمق درامي، ومش بيهتم يعرفنا مين هو أدهم ومين هو فؤاد عشان نقدر نتعاطف معهم او نشتم فيهم. وبالرغم من كده تلاقيه برضو بيدينا درس في اسباب الخيانة الزوجية في مشهد مفروض انه ماستر سين للفيلم. ولان زي ما قلنا ان الكتابة مش متعمقة في الدراما ومقتصرة على الكوميديا، فالمشهد ده ما اثرش فيا وفصلني عن مود الفيلم. لكن الفيلم فيه معدل ضحك كويس، كليشيهات ضحك قديمة بس طالع منها ظرف لذيذ، والفكرة ادت للمؤلف مساحة انه يطلع شوية قفشات مميزة، ودي كانت احسن حاجة في الفيلم. كرم بيسلم عليك وبيقول لك القرد على النخل. بيعمل ايه؟ يجيب جوز هند. وهند رايها ايه؟ المؤلف هو ايمن وطار اللي بيمثل في الفيلم، واللي الف فيلم الكويسين وشارك في تأليف مسلسل الوصية وكتب حلقات من برنامج بيومي فندي، وتقريبا جمع ابطال العملين الاخيرين واتفق مع المخرج انهم ياخدوا ادوار في الفيلم من باب العيش والملح. التصوير عادي اقل من مستوى الفكرة، والديكورات في النادي كانت ضعيفة، في القصر كانت مبهرة، وفي المجمل كانت عادية. الموسيقى لعمرو اسماعيل لايت برضه، مش جديدة بس مش منفرة. الاخراج ما فيهوش شيء مميز، المخرج خالد الحلفاوي خلاص اتخصص في الكوميديا. الوصية كدبت كل يوم البس عشان خارجين، ويمكن كدبت كل يوم اقرب حاجة في فيلمنا النهاردة عشان فيهم من روح بعض ونفس القالب بتاع المشاكل الزوجية. مهندس الديكور مصر ان هو يحط في وسط النافوره تمثال لدولفين بيرش ميه. الابطال في كلمات كريم عبد العزيز نفس الكليشيه ونفس ردود الافعال، لذيذ طبعا بس هو كريم عبد العزيز في كل اعماله الكوميديه، وطبعا مش احسن افلام. غادة عادل ادائها عادي، واي ممثله تانية كانت ممكن تعمل مجهود اكتر من كده، ودورها ما فيهوش جديد يشبه لدورها في فيلم على جثتي مع احمد حلمي. ماجد الكدواني فاكهه الفيلم، دور مش جديد عليه، وحتى كريم عبد العزيز مش جديد عليه من ايام حراميه في تايلاند، لكنه خلاص بقى ايقونه للاجاده حتى لو الفيلم كوميدي وخفيف زي فيلم. بيومي فؤاد من كتر ما هو بيطلع في كل حاجه ما اكتفاش انه يطلع بدور واحد، لا طلع باكتر من كده. لو عايزين تعرفوا ازاي اتفرجوا على الفيلم. ونقدر نقيم الفيلم ونديله 6 من 10. والمؤلف لو كان اتك على نفسه شويه كان ممكن يعمل فيلم ما يتنسيش، لكن للاسف مش هفتكر منه غير شويه قفشات ولمحه عن فكرته طشاش من بعيد. فوطه سخنه قبل الحلاقه. وما تنسوش اعملوا شير ولايك وسبسكرايب بعد ما تتفرجوا على الفيديو، وشوفوا بقيه الفيديوهات وسيبوا رايكم في الكومنتات.